ازيكم عاملين ايه؟ انا فاطمة الزهراء. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة. النهاردة بقى هنعمل ساندويتش مشهور جدا في شوارع امريكا. الساندويتش اسمه فلي تشيزي ستيك. يلا بينا نبتدي. اول حاجة هختار نوع اللحمة، هتبقى لحمة ستيك اللي هي اللحمة الانتركوت، وهحاول على قد ما اقدر ان انا اختارها عريضة. وبعدين هبتدي ان انا اقطعها شرايح صغيرة جدا كأني بقطع الشاورما بس ارفع شوية كمان. ما تنسوش بقى ان انتوا تتفرجوا على الفيديو للاخر عشان خاطر تشوفوا امتى هحط الجبنة وازاي هحمص العيش. بصوا تقطع قطع صغنونة خالص، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. كده انا قطعت كل الكمية اللي عندي، وبعدين هنتبلها بس بملح، رشة ملح ورشة فلفل اسمر. مش هنحط توابل كتيرة عشان خاطر ما نغيرش من طعم اللحم. بس كده، وهقوم مقلباها. وبقى ايه، هشيلها على جنب عشان خاطر ابتدي اجهز بقية الحاجة. هي اكلة سهلة جدا وما بتاخدش وقت وتغيير، وطعمها طلع فظيع. ايه بقى الخضار اللي انا هستعمله؟ اول حاجة هو البصل، وهبتدي ان انا اقطعه بالشكل ده شرايح. تاني حاجة عندي هو الفلفل الاخضر، وتالت حاجة انا حطيت فلفل بارد، وكان عندي فلفل الوان فحطيت فلفل اصفر، وده رابع حاجة ان انا حطيت اللي هو الفلفل الحامي. هي الوصفة الاساسية بتاعت الاكلة دي هي البصل بس، ولا فلفل حامي ولا فلفل بارد ولا اي حاجة من الحاجات دي. بس انا يعني بحب الفلفل في الاكل فحبيت ان انا احط فلفل، وفعلا ضفلها للطعم كتير. اول بقى خطوة هنعملها، نجيب طاسة ونحط مكعب زبدة. وبعدين هبتدي انزل بالخضار بتاعي. هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف تحت. وهبتدي ان انا هديله تقليبة كده وهشوحه. مش هخليه يستوي 100%، انا بس مجرد ان انا هخليه كده ايه، يدبل حاجة بسيطة، يعني يقرمش بس بالكتير قوي. ما تنسوش كمان تعملوا فولو الاكونت بتاع الانستجرام والتيك توك والفيسبوك، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. بصوا بدأ يدبل ازاي شوية. بصوا هو ده بس اللون اللي انا عايزاه، مش عايزاه يستوى خالص، وبس كده يقرمش. وبعدين بقى هقوم شايلاه من الطاسة، وبعدين هقوم جايبة مكعب زبدة في نفس الطاسة. هي كمان ميزة الأكلة دي إن احنا بنعملها كلها في طاسة واحدة. عايزاكم بقى تجربوها وتقولولي رأيكم ايه في الكومنتس. وبعدين هنزل باللحمة بتاعتي. هقلبها. اللحمة مش هتاخد وقت خالص عشان خاطر هي متقطعة رفيع. واهم حاجة ان انا عايزة المية اللي موجودة دي كلها تنشف عشان خاطر ما تبقاش لحمة مسلوقة. لازم كل المية دي تختفي. هتاخد حوالي يعني 7 دقايق ل10 دقايق كده وهتكون استوت. تاخد وقت خالص خالص. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكوا كل جديد. بصوا لسه فيها مية كده، هي مش هتكون استوت. كده خلاص المية نشفت.
هديها كده تقلبتين 3 واهم حاجة خدوا بالكم ان هي ما تنشفش منكم. وبعدين هنزل بقى بالخضار وهديهم تقلبتين كده برضو مع بعض عشان خاطر طعمهم يختلط ببعض. بصوا هي سهلة خالص وما اخدتش مني وقت وطعمها تحفة. نيجي بقى للخطوة اللي خلت الساندوتش يطلع طعمه فظيع، ان احنا حمصنا العيش. انا جبت عيش فينو وحطيت مكعب زبدة وهفتحه كده وهقوم حطاه على الطاسة ولازم تكون سخنة جدا، وهياخد حوالي دقيقتين بالظبط وهيبقى اتحمص. والساندوتش لما يبقى طعمه فيه زبدة كده هيبقى طعمه حلو قوي مع اللحمة. بصوا كده اتحمص. وبعدين برضو نيجي الخطوة التانية بقى، دي الخطوة اللي هنحط فيها الجبنة. انا حطيت هنا جبنة موتزاريلا، انتوا تقدروا تستعملوا اي نوع جبنة انتوا حابينه، جبنة تركي، جبنة شيدر، زي ما انتوا عايزين. وجبت الساندوتش وحطيت فيه مايونيز. المايونيز دي خطوة مش اساسية في الساندوتش بس انا يعني هي ادت الطعم للساندوتش احلى. وبعدين هقوم حاطة كده الساندوتش، وبعدين هبتدي بقى ان انا اقفش كده في اللحمة واحدة واحدة كده وهتطلع معاكم. والجبنة هتكون ساحت مع الساندوتش السخن ومع اللحمة السخنة، الجبنة هتبتدي تسيح وتمط. عايزاكم تجربوه وبالهنا والشفا. باي باي.